بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. وما أدراك ما ليلة القدر. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي تعادل في فضلها 1000 شهر. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها، وهذا مما يتتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها، من كل أمر. سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها، حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، والله أعلم.